انهيار وجنون وصدمة عمرو أديب. عمرو أديب جاله انهيار عصبي بعد فوز الأهلي على المقاولين برباعية نظيفة. مش هتصدق هو قال ايه. خلينا في البداية الأول نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. علق الإعلامي الزملكاوي المصري عمرو أديب على فوز الأهلي على المقاولين العرب برباعية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز، وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية عقب انتهاء المباراة مباشرة. وعمرو أديب قال: هو في ايه يا جماعة؟ هو الأهلي جايب وسام أبو علي ده منين؟ هو طلع لنا منين وسام أبو علي ده؟ ايه اللي هو بيعمله؟ أنا كنت خلاص ابتديت أترعب، إن كده ابتديت أخاف، والله ابتديت أخاف على نفسي من الفرجة على الأهلي. الراجل ده يا جماعة ما ينفعش يقعد في الأهلي أكتر من كده. لازم المسؤولين في الزمالك يتحركوا ويعملوا أي حاجة وياخدوه من الأهلي بأي طريقة. لازم ناخد بطارنا قصاد لما أخدوا مننا إمام عاشور، ونجيب وسام أبو علي، وكمان يكون زملكاوي. يا جماعة والله ده لو جه الزمالك هيجيب لنا كل البطولات. الراجل جايب 18 جون في الدوري وهو ملعبش نص ماتشات الدوري أصلا. هو في كده؟ والله انا ابتديت اترعب، انا ابتديت اخاف كده. مش هينفع اتفرج على اي ماتشات للاهلي تاني. الاهلي بقى ياخد الدوري، ياخد الكاس، هياخد كل حاجة طول ما هو معاه وسام ابو علي بيلعب في الاهلي. انا مش هتفرج على اي ماتش. جاب 3 اجوان النهاردة، يا مفتري تجيب هاتريك في ماتش واحد؟ يا مفتري والله كده ما هينفع خالص. يا رب واحد زيه يجيلنا بقى ويقول لك الجزيري احسن 9 في مصر. بأمارة ايه الجزيري ومين الناس دي؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ انتوا ما شفتوش عمل ايه؟ طبعا، ولا بيعمل ايه؟ وكمان عماد النحاس بيعمل ايه؟ عماد النحاس النهاردة فاتحها للأهلي على البحري. عايزين تكسبوا 1 2 3، لا اقول لكم خدوا 4 ماشي. وبيرسي تاو اللي خلاص مش قادر يمشي وهيمشي بقى ينزل ويسجل هو كمان. بقى في حاجة غريبة بتحصل داخل النادي الأهلي. هو طبعا الأهلي حسم الدوري خلاص، وخلاص هيخطط على التقيل اللي جاي، وانه في المباراة اللي جاية بتاعة الكأس الافريقي هياخدها طبعا من الزمالك. اصل لو وسام ده نزل يبقى هيفكرنا بالستة تاني، وده اللي هيحصل. ما هو يجيب له هاتريك وينزلوا لك 2 3، يجيبوا لهم 3 اجوان، هتبقى فضيحة. انا مش شايف غير ان احنا المفروض نفكر في الانسحاب من دلوقتي طول ما وسام موجود. لكن وسام ده لو جات له اصابة ولا قعد شوية، بلاش يا سيدي اصابة، اي حاجة تحصل. ده الراجل ده بيكسر ارقام وبقى هداف الدوري رسمي، وبقاله كام مباراة بياخد رجل المباراة. هي الناس عترت عليه ازاي؟ لقيوه فين علشان يعمل كده؟ انا ما بحسدوش يا جماعة عشان ما تكونوش فاكرين ان انا بحسد. انا قلت ما شاء الله اهو، بس هو لعيب انا ما شفتش زيه قبل كده. ويقول لك الاهلي لسه عايز يجيب مهاجم ومعرفش هتجيب مين احسن من وسام وابو علي ده؟